ذلك أن هذه الأمة أمة الله عز وجل كرمها، وأمة من ثوابتها ومن قواعدها الأساسية أن تكون أمة واحدة، أن تكون أمة قوية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة من ركائزها كما قلت أنها تكون موحدة، تكون مجتمعة، تكون عزيزة يعني قوية، لا يعني يخترقها من يستهدفها. حتى تكون هكذا أمة عزيزة وقوية ومترابطة ويؤبه لها، هنالك أمور لا بد أن تفعلها، وأمور كذلك أن تعي خطورتها. ومن هذه الأمور التي تمس وحدة الأمة وقوتها موضوع ذم العصبية. في هذا اللقاء نتعرف على العصبية ونتعرف على آثارها السالبة، وكذلك ما تسببه من الأضرار في الأمة وفي الوطن وفي المجتمع. ثم إن شاء الله تعالى نتعرف على الحلول وما يجعل يتجنب هذا الداء الفتاك حتى تكون أمتنا أمة واحدة كما أراد الله لها عز وجل. فضيلة الشيخ حسن، بعد هذا التقديم لعله من المفيد أن نعرف المشاهدون والمشاهدات الكرام العصبية ما هي، ويعني ما هي أنواعها كذلك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البدء لا بد من أن نؤكد على أن رسالة الإسلام جاءت بالحق والعدل، فهي باحثة عن الحق في التصورات وعن العدل في الممارسات والسلوك. نعم. وكثير مما يمكن أن نسميه بالعصبيات إما أنه فيه تجاوز لحقائق التصورات، وإما فيه كذلك تجاوز لقضايا العدل والقسط. فلا تنشأ العصبية إلا من خطأ وخلل في التصور أو كذلك خلل في السلوك. جاء الإسلام ليحارب هذين الأمرين، الخلل في التصورات والخلل كذلك في الممارسات، وذلك من خلال اعتماد موضوع الحق في كل ما يتعلق بالتصورات، سواء كان الحق الطبيعي في قضايا الطبيعيات والتجريبيات، أو الحق في القضايا الإنسانية، أو الحق في قضايا الغيب والمنقول وما ورد عن الله تبارك وتعالى. ولذلك رسالة النبي هي رسالة الحق. الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهو يعني رسالة الحق تمنع من التعصب في التصورات الخاطئة، والهدى يمنع من التعصب في السلوك الإنساني، بمعنى أنه يعني يعتمد الإنسان على هواه وعلى مزاجه وليس على قضايا حقيقية. فهذه ولا بد من مقدمة أساسية في أن الإنسان يجب أن يكون متجردا وليس متعصبا. فالإنسان المتعصب هو الذي يدور حول ذاته، ولو لم تكن كثير من القضايا التي يدور حولها مبنية على برهان أو مبنية على بينة. فمثلا تجد أن بعض الناس يكون عنده تصور خاطئ حول نفسه، وتصور خاطئ حول قبيلته، وتصور خاطئ حول شعبه، تصور خاطئ أحيانا حول ملته التي حتى ينتسب إليها. نعم. ثم يجعل من هذا التخندق الذي قام وأسس عليه مواقفه، يحاول أن يجعل من هذا الموقف الذي هو لا يبنى على برهان، يجعل قضية الولاء والبراء على هذا الموقف. وهنا تنشأ عملية العصبية التي نحن نتكلم عنها. فالعصبية باختصار إذا أردنا أن نعرفها هي أن يدعو الإنسان أو أن يعني يدعو الرجل إلى نصرة من ينتسب إليهم، نصرة من ينتسب إليهم في الباطل، نصرة من ينتسب إليهم في قضايا الباطل. يعني بمعنى شخص قد تكون له قبيلة، فإذا وقعت مشكلة في داخل هذه القبيلة مع قبيلة أخرى فهو يحشد الناس لقبيلته حتى لو كان موقفهم ظالما. قد ينتسب إلى مذهب فيحشد كل الناس نحو مذهبه إذا وقعت إشكال حتى لو كان مذهبه معتديا. الحالة الطائفية، الحالة الشعوبية، أحيانا بعض الشعوب تحاول مثلا في منطقة ما يتواجد
شعوب مختلفة من بلدان متنوعة ومختلفة، فإذا وقعت إشكالية مباشرة يجد الإنسان نفسه متخندقا مع مع شعبه حتى ولو كان الحق مع الطرف الآخر. فعملية التعصب باختصار هي أن يعني الإنسان يكون مناصرا لقومه أو لقبيلته أو لمذهبه أو لأهل ملته على صورة ليست على ما يرضي الله تبارك وتعالى، أو خلينا نقول على الباطل، يناصرهم على الباطل. هذا معنى أساسي في موضوع العصبية. جميل. هنالك معنى آخر وقد لا يكون مراد عندنا الآن، العصبة والعصبة. عندنا العصبية ذكرناها، عندنا شيء اسمه العصبة. العصبة هم أقارب الرجل من جهة أبيه، لأنهم يشكلون له استدارة وعصبة، وكأنما يشد به نفسه، يشد به نفسه. عندنا حاجة اسمها العصبة. العصبة هي مجموعة من الناس من 10 إلى 40 يطلق عليها ونحن عصبة. إخوة يوسف قالوا ونحن ونحن عصبة. فإذا عندنا العصبة وعندنا العصبة وعندنا العصبية، لكن كلها تكاد تشترك في معنى معنى الالتفاف. الالتفاف إما على القرابة، وإما على مجموعة بشرية معينة، وإما على فكرة وانتساب في دائرة معينة. طيب، هذا باختصار مفهوم مصدر العصبية. لماذا الإنسان يكون بهذا الشكل؟ لماذا يكون عصبيا أو عصبويا؟ لماذا يكون متعصبا لبني قومه؟ يقال بأن الإنسان عنده 4 أنواع من القوة. عنده 4 أنواع من القوة. القوة الأولى تسمى القوة الملكية، وهي قوة العقل والروح. هذه القوة تحمل الإنسان دائما على الخير وعلى الحق وعلى الاتزان وعلى الوسطية وعلى القسط. عندما يكون الإنسان عقلانيا وفي نفس الوقت أيضا يستهدي ويسترشد بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذه النفس السوية أو النفس المطمئنة إن صح التعبير. القوة الثانية التي أيضا تتحكم في الإنسان هي القوة الغضبية السبعية. قوة الغضب، أن الإنسان فيه هذه القوة. هذه القوة تحمله أحيانا على الغضب وعلى الحسد وعلى الطغيان وعلى التكبر وعلى العدوان، تحمله على هذا المعنى. القوة الثالثة هي القوة الشهوانية البهيمية، وهذه دائما صاحبها يندفع نحو الشهوات فيما يتعلق بقضايا الفواحش وغيرها، فهذا نوع من أنواع القوة. فالذين تجدهم مثلا ينطلقون في الشهوات التي من هذا النوع، فهذه تسمى قوة شهوانية. النوع الرابع هي القوة الوهمية الشيطانية، وهي قوة المكر والخداع والدهاء والتخابث وهذا النوع. لاحظ الآن عندنا 3 أنواع من القوة غالبها شرير. القوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة الوهمية الشيطانية. أحيانا سبحان الله تتعاضد القوة الغضبية مع القوة الوهمية، فيتصور الإنسان ذاته بأنه أفضل من الآخرين. هذه قوة شيطانية وهمية. أنت في حقيقة لست أفضل من الآخرين، أنت والناس سواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أنت متوهم وحاصل لك تضخم في الذات وتضخم في الأنا، فولدت عندك فكرة فكرة أنك شيء والناس شيء شيء آخر، أنت الأعلى والناس وهذه طبعا فيها شيء من القوة الشيطانية عموما. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن مقياسه لم يكن موفقا. فمتى ما علت القوة الغضبية والشهوانية والقوة الوهمية على النفس، أورثته العصبية الجاهلية وحمية الجاهلية، أورثته ذلك. طيب، متى ما استعلى العقل والنقل كما يقولون على بقية أنواع القوة وكانت كلها منضبطة به، فالغضب ينضبط بحيث لا يتحرك الغضب إلا في اتجاه الخير، ويكون في الجهاد في سبيل الله، في حماية الأعراض، في حماية الأنفس، في رد العدوان، في رد الباطل. هي قوة ولكنها قوة غضبية ولكنها في الاتجاه اتجاه الإيجابي. لماذا؟ لأنها محكومة بالعقل والنقل. نفس الطريقة القوة الشهوانية يستخدمها الإنسان
فيما يتعلق أيضا بالأشياء التي أمر الله تبارك وتعالى أو أفسح الله له فيها، فمن خلالها يتزوج، ومن خلالها ينجب، ومن خلالها يربي، ومن خلالها يحب أبناءه، ومن خلالها يسعى في الأموال ويعمل على تنميتها. هذه قوة شهوانية على كل، لكنها ضبطت بالوحي وضبطت بالعقل، فأدى ذلك إلى أن تكون جانب إيجابي. فمتى ما ضبطت تحولت إلى ما نسميه بالنفس المطمئنة. وعندما تفلت واحد من إما أنها تتحول إلى النفس الأمارة بالسوء، وإما أن تكون تتنازعها الخير والشر فتكون نفس اللوامة. فالعصبية عموما هي خارج دائرة النفس المطمئنة، لأنها إما أنها داخلة في النفس اللوامة، فالشخص تجده أحيانا عصبي وميال لأهله في الباطل، وأحيانا يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا الشخص بالكلية دائما تجده منحاز إلى أهله ولو كانوا على إيه؟ على الباطل. فهذا عموما باختصار المعنى الموجز لقضية العصبية ومصدر ودوافع هذه العصبية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على يعني هذه التوضيح وهذا المدخل يعني اللي يبين لنا يعني هذه العصبية وأنواعها. الحقيقة فضيلة الشيخ يعني هناك يعني موضوع الانتماء، يعني انتماء الإنسان، وقد تكون هذا يعني لعله شيء في النفس غريزة أو هكذا، فكيف يعني يكون هذا الانتماء محمود ويعني حتى يخرج من موضوع العصبية؟ ثم هل هذه العصبية يعني المذمومة هل هي كانت مثلا يعني مرحلة تاريخية مثلا وكانت في الجاهلية، أم أنها برضو يعني موجودة ومتنقلة مع حواضر الناس ويعني سيرهم سواء في القديم أو الجديد؟ أحسنت. هو كما تفضلت الإنسان سبحان الله بطبعه، الإنسان بطبعه ميال إلى من هو قريب منه. جميل. إلى من هو قريب منه، سواء كان هذا القرب قربا ماديا أو كان قربا معنويا. نعم. فالقرب المادي مثلا الإنسان يميل إلى أسرته، أكثر ما ينجذب الإنسان إلى أسرته، ثم الأقربون بعد ذلك، ثم أبناء قبيلته، وهكذا. هذه حالة على كل طبيعية في الإنسان. الحالة الطبيعية العادية في الإنسان أن الإنسان يميل إلى بني قومه وبني جنسه ومن يألفهم وكذا، وأحيانا يميل إلى بني مهنته. نعم. وأحيانا يميل إلى من هم معه في الحي حتى لو لم يكونوا من أبناء قبيلته، وهكذا. وأحيانا يرتقي الإنسان ليكون دورانه في عالم القيم وليس في دوائر الأشياء والأشخاص. أن الإنسان سبحان الله إما أن يدور في دوائر الأشياء، وإما أن يدور في دوائر الأشخاص، وإما يدور في دوائر الأفكار والعقائد والتصورات. الإسلام سبحان الله يحملك دائما إلى تذهب إلى ساحة إيه؟ ساحة التصورات والعقائد اللي تحمل مفهوم الأمة. أن تذهب إلى مفهوم الأمة. الأمة سبحان الله ليس مفهوما عصبيا ماديا، ليست هكذا. يعني هذه الأمة من كل ألوان الطيف، من التقى على منظورها العقدي والتشريعي والديني والفكري والأخلاقي فهو يدخل معها، يصير جزءا من هذه الأمة. فالقرآن الكريم مثلا أراد من الناس، عرفهم أولا بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف عندما يرتبط بالوحي ويرتبط بالتشريع الإلهي تتحول إلى أمة. كان الناس أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهنا سبحان الله تلاحظ بأن مفهوم الأمة يرتقي من المفهوم العصبي المادي إلى المفهوم القيمي. فكل أبناء الكرة الأرضية من مختلف أنواعهم وأجناسهم يلتقون على فكرة الأمة. فهذه أولا هنا محمودة إذا كانت على الحق وعلى الخير وعلى الهدى وعلى تكون محمودة دائما بهذا الشأن. لكن أحيانا بعض الناس سبحان الله يذهبون إلى المفهوم الجاهلي في إيه؟ في العصبية، وهو أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. قبل أن يصححها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قالها بنفس العبارة. قالوا الآن استقر عند الصحابة مفهوم جديد خلاف الجاهلية. قالوا كيف ذلك يا رسول؟ كيف ننصر؟ أنت علمتنا أو القرآن علمنا والدين علمنا أن لا ننصر الظالم. ولكن النبي استفاد أو استخدم اللفظ التي كانت في الجاهلية وقومها وصوبها. قال تنصره إن كان مظلوما وترده عن الظلم إن كان ظالما.
لاحظت؟ فهنا أخرج، ولذلك لما أشكل على بعض الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن العصبية، قال ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على العصبية، وليس منا من مات على العصبية. لاحظ، هذه مستويات ثلاث. الدعوة إلى العصبية في الأوضاع العادية، بعض الناس في أوضاع السلم تجده دائما يدعو إلى عصبية قومية أو عصبية قبلية أو عصبية طائفية، تجده دائما يدور في هذا. فقال أحد الأصحاب قال يا رسول الله، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه أو أهله أو قبيلته؟ نعم. قال لا، ولكن أن ينصرهم على الظلم. العصبية الآن الضابط أن الذي ينصر قومه أو قبيلته أو شعبه أو ملته فيما هو باطل، نعم، فقد تعصب ووصف بالعصبية. ولذلك شوف القرآن الكريم سبحان الله في قضية حتى الأمة التي أرادها أن تكون مدار الاجتماع. نعم. القرآن أراد للأمة أن تكون هي مدار إيه؟ مدار الاجتماع. تمام. لكن سبحان الله نهانا الله سبحانه وتعالى حتى داخل الأمة في معاملتها مع الأمم الأخرى أن لا يجرمننا شنآن قوم على أن لا نعدل. كراهيتنا لقوم أو بغضنا لقوم أو عدم انتمائنا لقوم ألا يكون ذلك حاملا علينا أن نظلمهم. فلا يجوز مثلا أن نقول والله هؤلاء كفار فنظلمهم، هؤلاء ليسوا منا فنظلمهم. القرآن قال لك لا، حتى بمفهوم الأمة. ولذلك أطول يعني مجموعة آيات تكاد تكون 10 آيات ربما في سورة النساء جاء سبحان الله مناصرة لشخص يهودي تواطأ عليه بعض أهل الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرقوا شيئا ثم رموه على، لما كاد يكشف أمرهم رموه على بيت يهودي، فضبطت الأشياء المسروقة في بيت اليهودي، فدفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا اليهودي إلى هناك وشهدوا عليه ليقام على هذا اليهودي أمر الله تبارك وتعالى وحكم الله عز وجل. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظواهر ما لم يرد فيه وحي من الله، هو عليه إنما أنا بشر أحكم بما تقولون أو بما يعني يظهر له من البينات في مقام القضاء طبعا. إنما يكون قاضيا يحكم بالبينات كأي قاضي من القضاة. قال فإن قضيت لأحدكم بالحق أو بما قضيت بما هو له فذلك، وإلا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين خطورة انحدار الإنسان إلى ساحة الظلم. فالشاهد هنا جاءت الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يعلم الغيب في أنه والله هذا الشخص سارق أو غير سارق، ولم ينزل عليه وحي، فنزلت سبحان الله 10 آيات لتبرئة هذا اليهودي اللي هي جاءت فيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. شوف كيف أن الله كشفهم، وفي هذا قمة العدل وقمة القسط في أن الإسلام لم يتواطأ رسوله ولم تتواطأ رسالته، وحاشا طبعا أن تتواطأ لأن هي رسالة الله، وبالنسبة لله جميعنا خلقه وعبيده، جميعنا خلق الله عبيده، فلا مجال إلا أن يعدل الله بيننا. فأنزل الله سبحانه وتعالى براءة هذا اليهودي حتى لا تنشأ العصبية التي نتكلم عنها الآن. هؤلاء تعصبوا الآن فيما بينهم وأرادوا أن يرموا الجريمة عليه. هنا مجتمع عندهم عصبيتين الآن، عصبية دينية وعصبية قبلية. لاحظت؟ فهم قبيلة واحدة وفي نفس أبناء قبيلة واحدة وأسرة واحدة وفي نفس الوقت أبناء دين واحد، وأرادوا أن يصفوا حساباتهم مع إيه؟ مع اليهود. انظر كيف أن الشريعة جاءت لتقول هذا السلوك سلوك مرفوض ولا يمكن أن يقبله الإسلام، لأن الإسلام يدور هنا في فلك القيم، فلك الأفكار، فلك العقائد، فلك الحق والباطل. وبالتالي هنا على كل التصرفات التي يكون فيها انحياز للباطل واصطفاف في الباطل أيا كان، قبليا جهويا إقليميا وطنيا شعوبيا أمميا، فإنما هذا هو التعصب المرفوض والتعصب المذموم، والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق أو إيقاع المظالم بين الناس. فتح الله عليكم وجزاكم خير على ما تفضلتم به. ونحن حقيقة فضيلة الشيخ نتحدث عن هذا الموضوع الهام
النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم في أمر من الأمور عندما حدث بين الأنصار والمهاجرين نزاع، قال دعوها فإنها منتنة. يعني هذا الوصف اللي يعني حقيقة الشنيع. لعلنا أيضا يعني ننتقل من هذا الوصف إلى حالة في مجتمعنا الآن. ماذا نقول فضيلة الشيخ خاصة للشباب اليوم؟ ربما في مجتمع أو في عصور مرت من يعني مسيرة نضالنا وتاريخنا في البلد ومجاهداتنا، هنالك كانت هذه العصبيات موجودة، واليوم هؤلاء الشباب وهم يتطلعون إلى العدل ويتطلعون إلى الكرامة ويتطلعون إلى يعني مقدساتهم وإلى يعني الحرية في وطنهم. ماذا نقول لهم حتى تكون مسيرتهم راشدة ويعني تطلعاتهم للوصول إلى الحق بإذن الله تصل مبتغاها؟ كيف يعني أن يتجنبوا مثل هذا الداء وغيره من الأدواء التي تؤثر في تحقيق المطالب؟ بارك الله فيكم. هو للأسف الشديد طبعا هذا النوع من العصبيات تنشأ لسوء التربية، نعم، وقلة الوعي وقلة المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك تنشأ من قلة الورع والتقوى من الله سبحانه وتعالى، وتنشأ كذلك من النزغات الشيطانية التي تجعل الناس أحيانا يشعرون كما ذكرت بأن والله وضعهم أفضل من غيرهم، أنا خير منهم. هذا الشعور على كل خطير، سواء كان مورست هذه العصبية داخل المكون المسلم، بحيث والله قبيلة تتعصب ضد قبيلة، مجموعة تتعصب ضد مجموعة، إقليم يتعصب ضد إقليم. هذه كلها كافة هذه الأشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة. لما تداعى الناس إلى عصبيتهم هذه فالنبي حذر من ذلك وبين بأن ذلك لا يليق بالمسلم، وأنها تنافي نفح الطيب الذي تبثه هذه الرسالة المحمدية، وبالتالي أن يصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نتنة رائحتها كريهة، فذلك يجعل المسلم بطبيعة الحال يخرج عن هذه الدائرة. أيضا نلاحظ أحيانا نوع من التعصب كذلك مما يمكن أن نسميه تعصبا دينيا، وأنت تسعى لاتجاه مطالبك، تسعى لاتجاه أن والله أنت تقرر الحق الذي أمر الله تبارك وتعالى به. هنا أيضا حاول قدر الإمكان أن تدعو إلى حقك بالحق، يعني لا تكن دعوتك إلى الحق بالباطل. وهنا أقصد بمعنى أن الدعوة للقضية الحق عندما تكون بالأسلوب الخاطئ فإنك دائما تخسر المعركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو من الذين جاءوا بالحق ودعوا إلى الحق عن طريق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاياه كانت تدور مع هذا المفهوم. فنحن أيضا أحيانا كأصحاب قضية للأسف الشديد نخطئ في تصوراتنا ونخطئ في عرض قضيتنا من خلال التعصب. يعني القضية تكون عادلة، بأسلوبك أنت تفقد من يمكن أن يتعاطفوا معك، بأسلوبك يمكن أن تفقد الشركاء المعتدلين الذين يمكن أن يكونوا معك في مسيرة رفض الظلم على وجه التحديد. وخصوصا هنا نتكلم، خلينا نقول بأن والله مثلا الحالة الإريترية هي حالة فيها نوع من التعدد الديني. نعم. وقد تكون طائفة بقت على طائفة، أو أمة بقت على أمة، يعني طغت عليها، تجبرت عليها، استعلت عليها. ولكن هؤلاء الذين طغوا وتجبروا ليس لهم تفويض من الآخرين، ولكن ينتسبون إلى ملة معينة وينتسبون إلى دين معين. هنا أنت بحاجة إلى أنك تسعى قدر الإمكان أن تضيق دائرة المجموعة التي تمارس عليك الباطل، ولا تجعل الآخرين يحتشدون خلفها. لا تجعل الآخرين يحتشدون خلفها. كيف ذلك؟ من خلال الأسلوب. بعض الناس مثلا تجده يسلك أسلوب التعميم، فلا يجعل لنفسه مساحة لأن يكون هناك طرف آخر من نفس أبناء الطائفة التي أنت والله ظلمتك واعتدت عليك واحتكرت السلطة واحتكرت الثروة. ربما عدم الأسلوب الصحيح يجعلك تفقد مساحات منهم، فلا تجعلك في ساحة واسعة بحيث والله يقف معك على الأقل من هو يميل إلى الحق وينصر الحق وفطرته سليمة في هذا الاتجاه. فعلى كل، خصوصا الآن السوشيال ميديا طبعا يعني فتحت للناس مساحات بحيث الإنسان لا رقيب عليه، وليس أمام الذين هو أيضا يشتمهم. يعني أنت الآن لما يكون في شخص أمامك لا تستطيع أن تشتمه لأنه ممكن يقاتلك، مش كده؟
لكن الآن السوشيال ميديا أتاح للناس ده في بيتك ما شاء الله، في ما أنه خلف وتطلق الحبل على الغارب كما يقول. فهذه القضايا يعني إساءتها أحيانا كبير، تفتيتها كبير. ولذلك القرآن الكريم سبحان الله يصف لنا كيف مرت ظاهرة الانحراف في التدين، لما ذكر الله في سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. لاحظ هنا الذين لا يعلمون هم المشركون، وصفهم الله بأنهم لا علم لهم. نفى اليهود أن تكون أي ميزة لغيرهم. النصارى ليسوا على شيء، ليسوا على شيء من الحق، ليسوا على شيء من الخير، فسلبوهم الخيرية وسلبوهم الحق. كذلك نفس الطريقة قال النصارى، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك قال الذين لا يعلمون. فالله تبارك وتعالى لما يسرد لنا هذه القضايا في الأمم السابقة، في الشعوب السابقة، يقول لنا بالنسبة لكم لا يكون هذا طريقكم ولا يكون هذا منهجكم. أنتم تتقبلون الحق من كل طرف، وتقبلون الخير من كل طرف، نعم، وتثنون على صاحب الخير مهما كان، وتمدحون صاحب الفضل مهما كان، وهكذا. فأنتم تدورون مع قيمة الحق والخير، ولا تدورون مع ذواتكم ولا عصبياتكم ولا مجموعاتكم ولا قبائلكم، إنما تدورون مع الحق حيث دار. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. والحديث حول يعني هذا المحور خاصة الشيخ، يعني حقيقة يعني يمر تساؤل عند بعض أبناء بلادنا يعني حقيقة، من حيث أنه يعني المسلمين الآن في ما هو واقع عليهم، يعني إن طالبوا بحقوقهم الدينية مثلا، فهنالك أصوات وإن كانت ربما الآن قد تكون أدركت بعد ما كان يقع من غبن، لكن حقيقة في من يقول يعني هنالك وطن يجمع الجميع، وهنالك يعني مثلا طرح حقوق المسلمين قد يناقض الوطنية وكذا. فبماذا نجيب هؤلاء يعني، وخاصة أن هنالك في تفرقة يعني واضحة في الممارسات من يعني النظام القائم في البلد مثلا في إريتريا؟ ممكن فيها طبعا هذه واحدة من المغالطات على كل، والإشكالات الكبيرة جدا فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق. نعم. أنت الآن لو ظلمت من شخص ألا تصيح بمظلمتك؟ أكيد. تقول أنا مظلوم. نعم. وتحدد مظلمتك. طيب إذا كان هنالك مكون من مكونات المجتمع سلبت أرضه مثلا، نعم، أو سلبت جنسيته، نعم، أو فجأة السلطة أصدرت قرار بأن والله هؤلاء لا يدخلون إلى أجهزة الدولة، استهدفوا مثلا، استهدفوا استهداف معين، فقامت هذه المجموعة وعبرت عن مظالمها، هل نقول لها والله يا أخي أنت تتجاوزين الوطنية وتحدثين شرخا لأنك عبرت عن مظلمتك؟ هل هذا من العقل؟ أم هذا من العدل؟ أم هذا من يعني بأي منطق أنت يعني تمنع المظلوم من أن يعبر عن مظلمته؟ نعم. حقيقة أعجبني مرة واحد قال الحالة أحيانا تشبه يقول أن يكون هنالك شخص ظالم قاطع طريق ومعه سلاح، فداس على شخص ووضع رجله على خده ويشهر عليه بالسلاح، وهذا مظلوم يصيح تحت قدم الظالم. قال فيأتي الناس ويقولون لا تصيح أزعجتنا. عجيب. لاحظ، فيقول يا جماعة كلموا هذا الشخص يرفع رجله عني لأتنفس. لاحظت الشغلة مقلوبة. سبحان الله. بعض الناس لا ينظر إلى الظالم وعدوانه وسطوته وما يفعله بالمظلوم، نعم، ولكنه ينشغل بصيحات المظلوم، ويقول لك منعتنا النوم، أزعجتنا. ليش؟ لأنه هو ما وقع عليه الظلم. فهذا في أقل أحواله نوع من الأنانية، نوع من الأنانية. هذه واحدة. النقطة الثانية أيضا، هذا الكلام يصلح في حالة أن السلطة أوقعت مظالم بشكل متساوي على كل المواطنين. هنا يقال والله يا أخي خلونا نخوض معركتنا جميعا، لأن كلنا والله في العزل السياسي معزولين، في القضايا السياسية كلنا تقريبا محرومين، في القضايا الاجتماعية تقريبا كلنا مشردين. فهذا النوع عندما يكون بهذا الشكل صحيح أنت تقول، لكن عندما يكون هنالك ظلم وقع على فئة من المجتمع بنسبة 80-90%،
فإنه من الطبيعي جدا نعم. أن تجعل هذه الفئة، خليني أمشي أبعد من كده، أن تسكت هذه الفئة بأنك تتكلم نيابة عنها أنت كطرف آخر. هنا تتحقق الموازنة الصحيحة. إذا أردت الوطنية الحقيقية، عندما يقع الظلم على المسلم فليتكلم النصراني، وعندما يقع الظلم على النصراني فليتكلم المسلم. ما هذه الوضع الطبيعي. إذا داير أنت فعلا حالة وطنية من منظور وطني كما تتكلم، خلاص أنت تتكلم لما أنا أظلم وأنا أتكلم عندما تظلم. لكن عندما تصمت أنت عن مظالمي، يعني لو سألنا الآن الاتجاهات المسيحية من التنظيمات أو من المكونات أو من الجمعيات الحقوقية أو حتى من الأفراد أخرجوا بيان في الأحداث الأخيرة اللي موضوع مركز تحفيظ القرآن أو اعتقال الشيوخ؟ نعم. لا. هل هذا النوع، وخاصة فضيلة الشيخ المؤسسات الدينية القساوسة وغيرهم، كون المسألة تمثل نعم. هنا الإشكال. فأنا عندما أقول والله يا أخي الوطنية ليست حب من طرف واحد. أكبر خطأ يقع فيه الناس أن يتصوروا أن الوطنية عشق وغرام من طرف لطرف آخر. وهي القضية ليست كذا. نحن يعني المسلمين لا يكونون دوما أم الولد كما يقولون، إن والله يعني هم فقط من يضحون لهذا الوطن ولوحدته ولسلام. لا، ليس كذلك. ما هي نحن في نهاية المطاف يا شيخنا نعيش في دنيا عمرها محدود وفي فترة محدودة، وبالتالي هذا الإنسان الذي أنت تطالبه بهذا النوع من الخطاب هو في نهاية المطاف هذا الوطن الذي أنت تسميه وطنا لا يريد لا يريد هو بالنسبة له لا يريد أن يحوله إلى وثن يعني يعبده أو يقدسه دون أن يكون له معنى لهذا الوطن نفسه. في تقديري الحديث عن قضية إنه والله عندما يطالب المسلمون بالعدالة ورفع المظالم عنهم وتحقيق المشاركة لهم واعتبارهم مواطنين كغيرهم من الناس، حينها لا أتصور بأن ذلك فيه إجحاف أو فيه عصبية أو فيه كذا. بالعكس، أنه كل ما تقع اليوم نحن مثلا أي مظلمة على أي مواطن إريتري نخرج بيانات ونتكلم في القنوات ونقول إنه والله هذا الظلم وهذا وقع على الناس، ولم نقر يوم من الأيام بأنه والله يحق للنظام أن يظلم النصارى. لا نقول ذلك. بعض المكونات الدينية المظلومة قاعد نقول والله مظلومة ونتكلم عنها في يوم المعتقل الأريتري. لا نميز بين المعتقلين المسلمين والمعتقلين غير المسلمين، هذه لا نمارسها. فلماذا الطرف الآخر والله لا يحاول أن يرتقي أيضا بوطنيته ليعبر عن مظالم المسلمين ويتكلم عنها بقوة ويقول بأن هؤلاء المسلمين عليهم أن ينصفوا وعليهم أن يشتركوا في السلطة وعليهم أن ينالوا حقهم في أرضهم؟ لماذا لا يقولون ذلك؟ هذه كلها على كل تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى تدقيق. الله يفتح عليكم. الحقيقة في سياق حديثنا عن حقيقة هذه العصبية وخطرها، حقيقة هناك يعني ما يغذيها، وخاصة بين يعني الشكل القبلي مثلا في المجتمع. كيف فضيلة الشيخ ونحن حقيقة يجب يعني مكون مسلم كأمة مسلمة أن نسد باب يعني هذه النوازع، وخاصة يعني من يقوم لعداء الأمة دينيا عبر مختلف عصوره، يعني حقيقة يقوم يعني هذا الدور بحيث هذه النزعة تكون القبلية حاضرة. والمجتمع في بلادنا نعرف جيدا يعني هذا الأمر فيه، وكيف أنه مورست حتى الآن ليكون الشباب ناضج وواعي. يعني هل هنالك يعني من كلام نوجهه لهم، هل في وجهة نظركم خشية من أن تكون يعني النزعة القبلية حاضرة في توجههم ومطالبهم العادلة في واقع اليوم؟ بارك الله فيكم. لا، نحن خلينا نفرق بين مستويين. هنالك مستوى من المستويات المطالب فيه عادلة ومشروعة ولا حرج فيها، نعم، ولكن هنالك مستوى لا علاقة له بالمطالب. هذا الذي نلاحظه، يعني لما تلاحظ السوشيال ميديا وتتابع على الأقل الشباب وأطروحاتهم والنزعات، وللأسف الشديد سبحان الله معظم الشباب الذين يخوضون في هذا الجانب لا تجدهم فيما نسميه نحن بالبلدان التي تسمى عندهم بالبلدان العالم الثالث. لا، بتجد أن هذه في البلدان المتقدمة، البلدان التي تتكلم عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان وتتكلم عن المواطنة وتتكلم عن حتى تتجاوز العصبيات التي يسمونها، تتجاوز حتى الحالة الدينية وتتجاوز الحالة القبلية وتتجاوز حتى تتجاوز الحالات يسمونها ما دون الوطنية. هذه كلها بالنسبة لهم للأسف الشديد تقول والله هذا الشباب أين مشكلته؟ أين نشأ؟ وأين تربى؟
يعني هذا النوع من الإساءات نحن نعرف مثلا في مجتمعاتنا تاريخيا كانت في قبائل، نعم. ولكن هذه القبائل عرف عنها الاحترام المتبادل، يا سلام. ولم يعرف عنها إنه والله هي تتطاول على بعضها البعض، على الأقل ظاهرا، خلينا نكون دقيقين، ظاهرا نعم. يحرص قدر الإمكان إنه والله الشخص يظهر احترامه للطرف الآخر. صحيح يمكن تنشأ أحيانا تنشئة داخل البيت، وتنشأ أحيانا داخل القبيلة عندما تكون لوحدها، تعبي أحيانا أفرادها بقضية ما تعتبره تعزيز هويتها الخاصة نعم. ومفاخر معينة. أحيانا قد تصنع بطولات وأساطير أحيانا في سبيل أن تجعل ابنها هذا يعتز بانتمائه، هذه تحصل. نعم. لكن ما أتكلم عنه هو كيف أن والله القبائل كانت في احترام متبادل، في تقدير، في أعراف فيما بينهم، في أنه والله عندما يكون الشخص من قبيلة أخرى كيف أنت تضع له الاحترام والتقدير، كيف يحلون مشكلاتهم. لكن الآن وصلت المسألة مثلا إلى الإساءات في الأعراض، والإساءات في حتى إنسانية الإنسان والتطاول على أخيه. طيب أنت إذا كان والله تتكلم بهذا الشكل وتسيء هذه الإساءات لبني قومك، كيف تريد والله الآخر الديني والآخر القبلي أن يحترمك أو يقدرك أو يضع لك اعتبار؟ ما هو الإنسان سبحان الله يكسب الاحترام عندما يحترم نفسه. أول حاجة أنك أنت وتحترم نفسك عندما لا تعتدي على الآخرين، ولا تتطاول عليهم، ولا تبخسهم حقهم. هنا تجد الاحترام والتقدير، يتم التبادل معك بنفس الطريق. لكن إذا شتمت تشتم، كما يقولون في القاعدة: إذا حاكمت حوكمت. متى ما حاكمت الناس يحاكمونك، ما أسأت الناس يسيئون إليك، متى بادلتهم الإحسان يبادلونك أيضا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعلى كل هذه القضايا تحتاج إلى أول شيء خلينا نقول نبدأها من الأسرة. جميل. لا بد الأسرة وهي تنشئ أبنائها أن تنشئهم على قيم الحق والخير والفضيلة، وأن لا تنشئ فيهم روح التعصب والتعالي على الآخر. هذه خطيرة. يعني بعض الناس عشان يعزز فكرة إن انتماء الولد لقبيلته يحاول يضخ فيه نوع من إنه هو يشعر بأنه ليس كالآخر، فيتفاعل بشكل سلبي، فلما يخرج إلى الخارج يعتبر نفسه هو شيء آخر مختلف. فلا بد في التربية أن تربي الناس على شيء واحد: أننا كلنا خلق الله وعبيد الله، وأننا لآدم، وآدم من تراب، وأنه لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا عجمي إلا بالتقوى، وأن الناس في هذه الأرض كلهم مستخلفون لله سبحانه وتعالى، وأن التفاضل بينهم في الخير والحق والتقوى والتزام التزام الفضائل. فأنت تزرع فيه هذه الروح من البداية. نفس الطريقة المدارس تذهب في هذا الاتجاه، الشارع يفترض أيضا أن يذهب في هذا الاتجاه، الإعلام يجب أن يذهب في هذا الاتجاه، والكناحة تنشئة. وفي نفس الوقت أيضا لا بد من أن الذي يحاول أن يسلك بالناس هذه المسالك اللي هي مسالك العصبية ومسالك التطاول والتفاخر على الآخرين، أن نبين أن هذه مداخل الشيطان وأن مفاسدها عظيمة. يعني مثلا نعلمهم بأن العصبية تؤدي إلى الاعتداء على الناس، أن أنت مجرد ما تعصبت بالباطل ولم تقف مع الحق فدل ذلك على أنك وقعت في دائرة العدوان. والله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا فيها العصبية يجب أن نربيهم بأنه فيها تضييع للحقوق، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعطي كل ذي حق حقه، وأن نكون دائما دعاة حق، لأن هذه طبيعة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. دين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم طبيعته أن يصل الحق إلى أهله. أيضا يجب أن نربيهم بأنه والله منشأ كثير من الفتن الاجتماعية والسياسية أساسها هذا النوع من التعصب. العصبيات هذه تؤدي بطبيعة الحال إلى الفتن وللاحتراب وإلى الاقتتال وإلى دخول الناس في الفوضى التي لا نهاية لها. لابد أن نربي، يعني نبين للناس مخاطر هذا النوع من العصبيات. أيضا نبين لهم في نفس الوقت أن العصبية في حقيقة إلغاء لمنظومة القيم. جميل. القيم الدينية التي جاءت، يعني قيمة الإخاء، قيمة العدل، قيمة الحق، قيمة التسامح، قيمة الدعوة إلى الخير، التعاون على البر والتقوى. هذه القيم كلها مع التعصب تتلاشى. فكأنما الإنسان سبحان الله يخوض حالة من الانتحار الأخلاقي إذا ذهب إلى ساحة التعصب. والتعصب يعمي، التعصب يعمي كما جاء في بعض الآثار الموقوفة على كل قال: التعصب يعمي، التعصب أو العصبية تعمي.
والحب كذلك والبغض يعمي. إذا أحببت إنسان حب بلا ضوابط يعميك هذا الحب، وإذا أبغضت كذلك شخص يعميك هذا البغض. ولذلك كان الإمام علي رضي الله عنه يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالتوازن في كل الأمور جيد ومطلوب. إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على يعني هذه الكلمة الجامعة والإشارات النافعة بخصوص يعني حقيقة كيف حقيقة نعالج، وكيف يكون يعني تربيتنا كيف تكون، ومجتمعنا ومختلف الوسائل ضامنة وحافظة للشباب من هذا الداء الفتاك. لعل من في الختام أن نشير إلى الحقيقة هذه وسائل الإعلام هذه التي انفتحت الآن، يعني شايف، ويعني كما تفضلتم في بداية الحديث كيف أن الواحد يعني لا رقيب عليه ولا يعني من يحجزه ليقول ما شاء كيف شاء في أي وقت شاء. حقيقة نريد كلمة توجيهية أنه هذه الكلمة وهذا الإعلام يعني أمانة في الأخير، أنت يعني مسؤول عما تقول، ويجب حقيقة أن تشعر برقابة الله عليك. فلعل من المفيد أن نختم شيخنا بأنه يعني وهو مما يحفظ المجتمع في أمته ويبعد عنه داء العصبية، أن يتذكر من يتحدث ويبث هذا الكلام أنه مسؤول في الأخير ومراقب. كيف نجعل الإعلام إعلاما هادفا بناء يعني يبني ولا يهدم؟ جزاكم الله خير. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. طبعا لا يوجد أفضل من تقوى الله سبحانه وتعالى كوصية على كل نبتدئ بها إن شاء الله. نعم. لأن الإنسان سبحان الله متى ما فقد تقوى الله تبارك وتعالى يقع في إشكال. سبحان الله. والنفس البشرية إذا تركتها لهواها وتركتها لشهواتها فإن ظواهر النفس البشرية فيها إشكالات كبيرة جدا. تجد أن النفس البشرية الله وصفها بأنها ظلومة، أنها جهولة، أنها هلوعة، أنها جزوعة، أنها عجولة، أنها يعني أحيانا عدوانية، فيها كلها النفس البشرية طبيعتها. فما لم يحجزها عن ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى فإن الإشكالية ستظل مستمر. فأول ما نذكر به شبابنا ونذكر به شعوبنا ونذكر به أمتنا ونذكر به كل العباد أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا شيء يعدلها في منع الناس. ثم أيضا تقوى الله، عندما نتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى هو أن ندرك أن تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره هو أن نحترم رسالته التي أنزلها للناس، وأن نحترم كذلك خلقه. هذا الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه. الله سبحانه وتعالى خلق ابن آدم وكرم ابن آدم، ولكن مشكلة ابن آدم هو الذي ينحدر من هذا التكريم. فنحن أول شيء نذكر به كعلاج هو أن تقوى الله سبحانه وتعالى والتزام رسالته والتزام أمره، وأن ندرك أن الله تبارك وتعالى خلقنا جميعا على وجه هذه الأرض وكلفنا بتكاليف معينة، ومن تقوانا لله سبحانه وتعالى ترك العدوان على خلق الله. ترك العدوان على خلق الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. النقطة الثانية التي نذكر بها أيضا وعلاج من العلاجات هو معرفة الإنسان لنفسه. كان السلف يقولون: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه بالضعف، من عرف نفسه بالمسكنة، من عرف نفسه بالموت والفناء، ويعني زي ما قال واحد من يعظ أحد الأمراء قال: يا أمير المؤمنين أفرأيت إن حبس الله عليك البول ثم جاء طبيب فقال أعالجك ماذا تعطيه؟ قال: أعطيه نصف ملكي. قال: أفرأيت إن حبس عليك كذا في بطنك ثم جاءك أعطيه كامل ملكي؟ فقال له: فاتق الله في ملك لا يعدل شيئا. طيب، هذا التطاول وهذا الانتفاخ وهذه العصبية هي في نهاية المطاف هو نزعة من توهم شيطاني. الشيطان ينفخ في الإنسان ينفخ في الإنسان ينفخ في الإنسان، والتعصب أساسه هذه النزعة الأولى: أنا خير منهم. هذه التي أطلقها إبليس والعياذ بالله وضل بها. لماذا؟ لأن كان منبع هذه المسألة هو الكبر. فالإنسان عندما لا يعرف حقيقة نفسه يكون متكبرا، يكون طاغيا، يكون جبارا، يكون متعاليا، يكون متعصبا. فهذه أيضا واحدة من الإشكالات. النقطة الثالثة أن ندرك بأن والله الخلق جميعا في أصل الخلقة سواء. كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني لا توجد طينة أفضل من طينة.
أبدا. لا يوجد، يعني ليس هنالك مكان نشأ فيه إنسان ولم ينشأ فيه إنسان آخر، كلنا أبناء الأرحام، أليس كذلك؟ كلنا مررنا ب9 أشهر وما خرجنا من مجرى واحد، وسنعود إلى منها خلقناكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، سنعود جميعا إلى التراب. فإذا لا بد أيضا أن ندرك أن المساواة الإنسانية تجعلنا نتواضع. نعم. ثم أيضا مع المساواة الإنسانية عندك مساواة التكليف، كما أن هذا الإنسان متساوي معك في الخلقة، أيضا هو متساوي معك في أصل التكليف. يعني الله تبارك وتعالى أول ما افتتح به كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني أول نداء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فجميعا نحن مطالبون بعبادة الله سبحانه وتعالى على وجه هذه. جميعنا يجب أن ندرك بأننا مستخلفون في الأرض. هذه المعاني حقيقة كلها تؤدي سبحان الله إلى أن يتواضع الإنسان وألا يذهب في اتجاه التعصب. أيضا على الإنسان أن يتذكر أن التطاول والعصبية التي تؤدي إلى ضياع الحقوق وتؤدي إلى العدوان وإلى زوال القيم وإلى الكبر والعياذ بالله، عليه هذا الإنسان الموصوف بهذه الأوصاف التي كلها تؤدي إلى الفساد في الأرض لا بد أن يتذكر بأن هنالك يوم يقبل فيه على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا التكبر على عباد الله. تصور أنه لما يكون شخص محتقر قبائل كاملة ولا يراهم شيء. للأسف الشديد هذه نلاحظها اليوم في بعض المجتمعات التي سبحان الله تقتل بعضها بعضا، خاصة مجتمعات في أفريقيا، تجد قبيلة تقتل قبيلة، هذه مسلمة وهذه مسلمة، لكن سبحان الله هذا الشخص وهو يقتل الشخص من القبيلة الثانية ليس عنده أي إحساس بأن هذا إنسان، هذا الذي يقتله هو إنسان ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. من أين جاء هذا الموضوع؟ جاء من أنه أولا لم يعتبر بإنسانيته ولا بعظمة الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأنها روح يعني لها قيمتها، ولم يراعي أن الله سيأتي به يوم القيامة ويحاسبه على هذا الأمر. أيضا ضرورة معرفة فضل الإنصاف وفضل العدل وقيمة العدل، ثم كذلك معرفة الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. كل هذه القضايا حقيقة من الأشياء التي تؤدي إن شاء الله إلى المعالجة الصحيحة لهذه الظاهرة، ظاهرة العصبية، وأن ندرك بأن غاية ما ذكره الله تبارك وتعالى في التعدد القبلي والتعدد الشعوبي هو التعارف. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ حسن على ما تفضلتم به من حقيقة بيان يعني علاج لهذا الداء الذي حقيقة يؤدي إلى مفاسد كثيرة في دنيا الناس وفي أخراهم. ولا شك أن إسلامنا ولله الحمد جاء بما يحفظ المجتمع في كينونته وفي وحدته وفي سلامته من يعني مثل هذه الأمراض العصبية وما تؤدي إليه من الفتن والتفرق والتشرذم والضعف والهوان، كل هذا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بهذا الدين بتعاليمه السامية وأخلاقه حقيقة الراقية، كل هذا يعني مما يجعل هذا المجتمع المسلم في بلادنا وفي عموم الأمة مجتمعا قويا ناضجا، مجتمع تسوده المحبة والأخوة، ويكون بإذن الله يعني مجتمع فيه العدل وفيه الكرامة وفيه يعني الإنصاف وفيه حقيقة طمأنينة، لأنه مجتمع قائم على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى حكم الله وعلى مرضاة الله عز وجل. نرجو أن نكون بإذن الله قدمنا يعني بيانا شافيا لهذا الداء، وإن شاء الله يكون من استمع إلينا بإذن الله استفاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، إلى أن نلتقيكم في لقاء يعني قادم بإذن الله. نشكر لكم حسن استماعكم وما تلقيتموه إن شاء الله من فائدة فيه النفع، ونشكر فضيلة الشيخ ما قدم إلينا جزاه الله خيرا. إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.